السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طريقه مكرونه حلوه جدا 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 بدون سلق ولا تحمير، هتعجبك قوي. اول حاجه معايا على النار حله اهي فيها بصلايه صغيره ومعلقتين من الزيت او السمنه حسب ما بتحبي. هقلب بقى في البصلايه كده لغايه لما تاخد اللون الذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك من اسهل المكرونات اللي ممكن تعمليها، متاخدش معاكي وقت خالص، وطعمها كمان في منتهى الجمال. بجد جربيها ومش هتندمي. بصل عندي اخدت اللون الذهبي اهو يا بنات، ودلوقتي هنزل بعصير الطماطم بالشكل ده، عليهم معلقتين من الصلصة عشان برضو ايه تديكي كده اللون الجميل. هسيب الكلام ده كله يغلي مع بعض، وهحط طبعا ايه الملح والفلفل، وهزودها برضو شوية من المية لان ده اللي هيستوي فيه المكرونة. ادي شوية من التوابل مع الفلفل الاسمر اهو، وكمان معايا معلقة من الملح. كل الكلام ده قبل ما تنزلي المكرونة. هسيبهم يغلوا كده. انا زودتها شوية من المية، وهنا بقى معايا المكرونة المرمرية الصغيرة دي. تقدري تحطي اي نوع مكرونة انتي بتحبيه، ممكن قلم او شرايط او اي مكرونة انتي بتحبيها حطيها. واديلها بقى تقلبتين كده على النار اهي. ومن وقت للتاني لازم تقلبي المكرونة اهي، كل شوية تقلبي في المكرونة كده من وقت للتاني. وهسيبها بقى لغاية لما تتشرب، وهدي عليها النار. تقدري تستبدلي بدل البصل توم، تعمليها بالتوم لو انتي اصلا بتحبي طعم التوم اكتر. خلاص كده اتشربت اهي. هديت عليها بقى خالص وسبتها تستوي مع نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي. خلاص استوت اهي يا بنات. عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، وريحتها كمان حلوه جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. هغرفها بقى معاكم اهو. تقدري كمان تعملي جنبها بانيه او فراخ مشويه او لحمه زي ما تحبي. بس كده اهي. سهله جدا وسريعه. عايزه اقول لكم تقريبا ربع ساعه 10 دقايق بتبقى عندك الوصفه جاهزه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات اهي. عايزه اقول لكم طعمها بجد في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي. ولا مواعين بقى ولا نسلق في حله ونسبك في حله ولا كل الكلام ده. اذا عجبك بقى الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفك في